كانوا في بنتين صحاب بيروحوا الجامعة سوا وييجوا سوا. كانوا دايما ماشيين جنب بعض، يضحكوا، يقعدوا في المدرج جنب بعض، ياكلوا سوا في الكافيتريا، وكأن الدنيا بينهم بس. البنت كانت بتحكي لصاحبتها عن كل حاجة في حياتها من غير خوف، لأنها كانت فاكرة إن أقرب حد ليها هو أمانها. لكن جوه قلب صاحبتها كان في حاجة بتكبر واحدة واحدة، حاجة اسمها الغيرة. الغيرة لما تدخل القلب ممكن تخليه يشوف النجاح وجع ويشوف الفرح ألم. بنت نجحت وتفوقت في دراستها، وأهلها كانوا فرحانين بيها، بيجيبوا لها هدايا ويفتخروا بيها قدام الناس. لكن صاحبتها كانت ساكتة، مبتسمة بس، وعيونها فيها حاجة مخفية. وفي يوم البنت قالت بخجل إن حد اتقدم لها عشان يتجوزها. حضنتها صاحبتها وقالت لها مبروك، لكن الحضن كان بارد والقلب كان مليان نار. قالت لها تعالي عندي البيت نحتفل بالخبر السعيد ده واعمل لك القهوة بتاعتك. دخلت البنت البيت وهي مطمنة، ما كانتش تعرف إنها داخلة مكان ممكن يكسر قلبها. حطوا قدامها حاجة تشربها واتكلموا وضحكوا، لكن بعد شوية البنت بدأت تحس بدوخة خفيفة. بس حاسه بدوخه شويه. حست إن الدنيا بتلف بيها وإن تركيزها بيضعف، وما كانتش عارفة إن الصورة بدأت تتاخد وهي مش واخدة بالها. وبعد ما قلعتها هدومها وصورتها بعتت الصور لخطيبها. بضغطة واحدة حلمها بدأ ينهار. خاطب شاف الصور واتصدم، والشك دخل قلبه قبل ما يعرف الحقيقة. حياتها اتلخبطت والخطوبة اتلغت من غير ما تفهم السبب. واجهت صاحبتها وهي بتعيط وسألتها ليه عملتي كده؟ لكن الرد كان بارد. قالت إنها كانت غيرانة من نجاحها ومن حياتها ومن كل حاجة فيها. وقتها قلب البنت انكسر. أصعب وجع لما الخيانة تيجي من أقرب حد. البنت خرجت تمشي لوحدها قدام الجامعة. الطريق بقى واسع لكن فاضي، مفيش ضحك ومفيش إيد تمسك إيدها. افتكرت أيامهم سوا والضحك اللي كان بينهم، لكن اكتشفت إن الحب من غير أمان ممكن يتحول لوجع. وفي النهاية اتعلمت إن مش كل صاحب يبقى صاحب بجد، وإن الثقة أغلى حاجة ممكن نحافظ عليها حتى لو كان أقرب الناس. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه ولايك وكومنت عشان ده اللي بيخليني استمر.